الوقت يا جماعة تركيب الدبانة من برا من غير ما نفك وش الزيت، عشان الناس اللي مش اللي ما بتعرفش تركبها من برا. الدبانة دي فالتة بتاعت الغيارات زي ما انتوا شايفين. دلوقتي عايزين نركبها من برا من غير ما نفك وش الزيت. احنا عارفين ان هي لو كده كده لو الدجاج بايظ هنفك وش الزيت عشان نغيره. طب لو الدبانة اللي بايظة ولا فالتة بسبب عطرسة غيار ولا حاجة، او المعلقة نفسها بتاع الغيارات، يبقى نركبها من برا من غير ما نفك وش الزيت ولا ننزل الزيت ولا الكلام ده كله. اول حاجة هننطر التيلة دي مسمار زي كده صلب، سنه مبطط مش مسنن. نطلع التيلة، طلعت معانا. نفس المسمار اجي مركبينه هنا كده. طبعا هي بتفلت على الاول، هنجي منزلينها تحت سنة كده ونحاول ندي التاني، نلف العجل معانا. خدت كده كده، خدت التاني ركبت معنا. نرجع على الاول. طب انا دلوقتي عايز اعرف الدجاج بايظ ولا مش بايظ، عشان لو الدجاج بايظ هضطر برضو بعد ما اقفل واربط هتفلت تاني وهفك وش الزيت تاني. عايز اعرف الدجاج بايظ ولا لا. هعمل ايه؟ اوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هي المكنة منورة، هدي الاول. تمام، اجي مدي الاول كده كده، مديت الاول واسحب لفوق وازيح لبره كده. لقيتها ما بتفلتش، يبقى كده الدجاج سليم معايا مش متاكل، محكمة في الدبانة. طب لو اديت الاول وفلتت تاني كده الدبانة مني، يبقى كده كده هتفلت تاني على طول. هركب واقفل وهترجع تفلت تاني، وهضطر ارجع افك وش الزيت عشان اغير الدجاج. لكن طالما هي ما فلتتش كده معايا، هاخد الاول وبلف لبره كده مش فالتة، يبقى كده الدجاج هيشتغل وهتشتغل معايا كده تمام. وهاجي مركب الورداية هادي بالراحة كده. ممكن اسند بحاجة من تحت كده وانا بركب دي بتاع المعلقة شيلت الغيارات بحيث تركب كده معايا. واجي مسنتر بمسمار من ورا هنا، واجي جايب التيلة بس هجيب واحدة جديدة، واجي مركب هنا واحدة واحدة. طب لو الدبانة بايظة او المعلقة بايظة وعايز اخلعها خالص، هخلع. بعد ما هخلع زي كده وهاجي فكك المسمارين دول، سواء الانكيه او 8 اي حاجة، افكهم واجي مطلع السكرتورة برا واشوف المعلقة لو مثلا لو متاكلة ولا اي حاجة، هاجي مغيرها وهرجع اركب برضو دي واربط. بعد كده اشبط الدبان.